سيف زاهر ينفرد بأهم تفاصيل تجديد تعاقد إمام عاشور مع النادي الأهلي والراتب المحتمل وعدد السنوات في التجديد. واحد يقول لي هي قصة إمام عاشور راحت على فين؟ أقول له قصة إمام عاشور أنا هقول لحضراتكم اللي ما اتقالش قبل كده، وهقول لحضراتكم الكواليس اللي ما حدش يعرفها، وهقول لحضراتكم مفاجآت هتبقى جديدة وهتفجر الدنيا. في بعض الناس تقول لك هو إمام عاشور ده يعني إدارة الأهلي مش هتتدخل، هتسيبه كده على مظبوط على ال 18 أو على 20 مليون، مفيش ترضية، مفيش تسخينة كده عشان الراجل ده يلعب. إدارة الأهلي لم تتدخل في عقد إمام عاشور حتى نهاية الموسم. طيب وبعد انتهاء الموسم بنسبة 90% هتتدخل إدارة الأهلي لو في تجديد 3 سنين. يعني لو هيجدد 3 سنين على السنتين المتبقيين هيخش إدارة الأهلي بزيادة مقبولة. يعني انت يا عم سيف جاي تبيع لنا ان امام مش هياخد ال90 وال100 بتوع زيزو. لا، اؤكد لسيادتك ان مش هياخدهم. يعني ايه؟ يعني اداره الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن محمود الخطيب مع الكابتن وليد صلاح الدين حطوا سقف للشغلانه دي، وليكن 25 30 مليون جنيه. ده اغلى لاعب هيبقى موجود في النادي الاهلي. ماليش دعوه بالاجانب وماليش دعوه بزيزو، عشان تبقى الامور واضحه، لان شرحنا عقد زيزو قبل كده، الراجل جه فري والدنيا كانت عامله ازاي. طب انت هتحلها ازاي بقى؟ طب اللعيبه دي هتقعد ازاي او هتلعب ازاي؟ كلمه السر داخل النادي الاهلي الفتره القادمه في احتفاظ النادي الاهلي بلاعيبته، يعني اللي هيقعد اللعيب ده، اللي هيقعد امام عاشور ده وهيقعد غيره في النادي الاهلي، هو احمد حسام عوض. ايه؟ احمد حسام عوض عضو مجلس اداره النادي الاهلي؟ ايوه. انا بقول لحضرتك الكلام ده على مسؤوليتي، ولو حد عنده كلام اي كلام تاني يطلع يتفضل يقوله وانا تحت امركم. احمد حسام عوض هو كلمه السر الفتره اللي جايه. يبقى احمد حسام عوض بالتنسيق مع ايمن حسين مع نيره المهم ان هي دي اللي هتبقى الشغلانه. يعني ايه؟ يعني شركه الكوره جابت امام عاشور بهدوء كده وقالت له امام عاشور، وانا بكلم حضراتكم دلوقتي، هو من اغلى 2 تسويقيا في مصر. يعني ايه؟ يعني امام اغلى 2 دلوقتي بيعملوا اعلانات في مصر في مجال كرة القدم، هو زيزو وامام عاشور، او امام عاشور وزيزو، زي ما حضراتكم عايزين. وانا بكلم حضراتكم كده في عروض مقدمة من الشركات، سواء في رمضان او بعد رمضان او تخش تتخطى ال20 مليون جنيه. في عقود جاية لامام ولزيزو الفترة الجاية. حضراتكم عايزين بقى برامج، عايزين اعلانات، عايزين دي الارقام. فالنهارده اما الراجل يقعد مع شركه الكوره يقول له انت النهارده عقدك 20 25، عندك بونص، النهارده شركه الكوره هتجيب اعلانات بكذا، يبقى انت من غير ما تخش في اي خلاف او خناقه مع النادي الاهلي، انت رحت لل50 وال55 و60 عشان انت في النادي الاهلي. جمع معايا، عشان دي سكه اللعيبه بعد كده، وهو ده السكه اللي هيمضي بيها حسين الشحات ب 17 مليون او ب 20 مليون في النادي الاهلي وهيجدد عقده. يعني شركه الكوره هي هتدفع من جيبها الارقام دي؟ لا، شركه الكوره مش تدفع من جيبها. في لعيبه عندها عقود رعايه كبيره تقدر تعمل كده. ينطبق ده على الشحات، ينطبق ده على امام عاشور، ينطبق ده على محمد هاني. افتح لي الكادر كده، افتح لي بس الكادر كله كده عشان نتكلم على اللعيبه. ينطبق على اللعيبه اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دول. افتح لي الكادر على الملعب، على اللعيبه. فزي ما بقول لحضراتكم كده، شركه الكوره مش هتيجي لا ترضيه ولا حد من بره المجلس
ولا دفعه تحفيزيه ولا الكلام ده خالص. في نجوم اعلاناتها بارقام كبيره، وده على فكره السوق بيقول كده. الشناوي، مصطفى شوبير، زيزو، امام عاشور، محمد هاني، دي الناس اللي شفناها الفتره الاخيره بشكل كويس. بن شرقي احيانا برضو، طاهر. اللعيب الحريف دايما ليه سعر مختلف. النهارده امام بتقيمه كافضل لاعب في مصر. الشركات النهارده هتتهاتف على امام وزيزو الفتره اللي جايه قبل كاس العالم، لان كل الشركات بتاعه الدعايه هتخش ان هي تعمل كامبينات الفتره اللي جايه، لان اللعيبه والاسامي اللي انا بقولها لحضراتكم دي هتكون موجوده في كاس العالم اللي جاي. خلاص كده، يخش معاهم فتوح، يخش معاهم الشناوي، يخش معاهم مصطفى، كل ده وارد. انا بكلمكم في حاله امام. اذا امام من غير ما يخش اي خناقات ولا تعديل عقد ولا اي حاجه خالص، العروض اللي جايه له الدعائيه تكفيه ان هو يكمل في النادي الاهلي، وهي مش جايه له عشان امام، هي جايه له عشان هو لاعب منتخب مصر، افضل لاعب في مصر، وحطوا تحت اللي جايه دي 150 خط، وان هو لاعب في النادي الاهلي. لان اسم اللاعب بيرتبط بالنادي الاهلي، بيرتبط بجماهيريته، والاهلي اعلى تسويقا، اعلى نادي تسويقا في مصر. الامور كده بقت واضحه. عشان كده بقول لحضراتكم كلمه السر الفتره اللي جايه في شركه الكوره واحمد حسام عوض، لان احمد واحد من الناس الحقيقه اللي عملوا مجهود كبير جدا جدا في الملف ده، مع الاستاذ ايمن حسين، مع نيره، مع كل المجموعه اللي موجوده. اذا الاهلي مش محتاج يقعد يحط ارقام ولا يدخل، لان ساعات بنتكلم يقول لك ايه يا عم انت ما تقوليش شعارات، الاهلي ازاي حاطط لده 17 ولده 20 ولده ولده ولده؟ لان في الناحيه الثانيه بيقول له انت بتلعب في الاهلي هيجي لك اعلانات، لو بقيت احسن لعيب في مصر هيجي لك اعلانات مضاعفه، لو بقيت رقم واحد في مصر هيجي لك 3 أضعاف الاعلانات. فالكوره هنا في رجلك، مكسر الدنيا، خد بقى زي ما انت عايز، لم شيكات زي ما انت عايز. النهارده امام عنده عروض هو وزيزو كتيره جدا، يختاروا ما بينهم. وانا بتكلم على الاثنين بالاخص لان انا اعلم جيدا شركات داخله على الاثنين، عايزين فلان وفلان، عايزين فلان وفلان. خلي بالكم برضو ان في شركات او في تعلق جمهوري او تعلق جمهور بشخص وباسم بيخليه ليه قيمه تسويقيه كبيره. فاذا النهارده الاهلي مش هيبذل مجهود كبير جدا من خلال وليد صلاح. وليد صلاح لما بيطلع يقول لكم انا النهارده تجديد عقودي او العقود اللي بتكلم فيها في البادجت ده، هو صادق، مش هيتعتع. وليد مش هيروح فوق ال 25، مش هيخش على 30. الناس ممكن تستغرب من الكلام، بس انت ممكن يتعمل لك حملات اعلانات ب 25 وب 30 تلاقي نفسك واصل ل 60 70 بدراعك وباسم المكان اللي انت فيه. هي دي البيعه اللي النادي الاهلي الفتره الجايه بيبيعها. اللي انا قلته لكم ده محدش يراجع وراه، محدش يراجع وراه. دي الارقام اللي هتقعد اللعيبه الفتره اللي جايه في النادي الاهلي من غير ما النادي الاهلي يتحمل عروض كتير او ما يتحمل ارقام كتير. وهنشوف الفتره اللي جايه القصه ايه.